السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، أتمنى تكونوا بخير وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم راح نسوي وياكم وصفة سهلة وطيبة بنفس الوقت، خاصة للناس المحتارة شنو تسوي للعشاء أو للغدا. فإذا عندكم قطعة من الصدور الدجاج راح نسوي وياكم أطيب وصفة بالصدور الدجاج، متأكدة راح تعجبكم حبايبي. قبل ما نبدأ بالوصفة مالتنا أتمنى إذا كنتم ما مشتركين بقناتي اشتركوا بيها وفعلوا الجرس وخلونا لايك للفيديو. وهسه حبايبي راح نشوف لكم طريقة هاي الوصفة. هسه راح نجي وياكم. أول شي حبايبي عندي هنا 5 عدد من البطاطا متوسط الحجم، راح أجي أقطعها هيجي دوائر. أني سويتها بهاي الشكل، يعني تنطيلي فد شكل حلو. قطعتها بهاي السكين حتى تنطيني شكل حلو. تقدرون إذا ما متوفر عندكم هاي السكين بالسكين الاعتيادي همينة تقدرون تسووها. شوفوا بهاي الطريقة كملت كل الكمية اللي عندي. هسه راح نجي نخلي البطاطا بطرف ونجي نقطع الخضروات هاي حبايبي راح نستخدمها ويا الصدور الدجاج، نسويها هيجي دجاج سوتة. راح اقطع كل الخضروات اللي عندي بهاي الطريقة مكعبات صغيرة مثل ما موضح لكم بالفيديو. هاي يا حبايبي كملت كل الخضروات اللي عندي، وعندي هنا صدور الدجاج أما نفس الشي هيجي مفرومين مكعبات صغيرة. هسه حبايبي راح نجي نخلي البهارات مال البطاطا. عندي هنا ملعقة صغيرة من الملح، وعندي ملعقة صغيرة من البابريكا، وراح أخلي عليها ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة من الزعتر اليابس، ورشة من الزيت الزيتون. راح أخلط كل هاي المكونات ويا بعض حتى البطاطا تاخذ عندي من كل البهارات اللي خليت بيها. وبعدين راح نجيب صينية مال الفرن البايركس، راح نصفط البطاطا بهاي الشكل بالبايركس مالتنا، وراح ندخلها على الفرن على درجة حرارة 180 نص ساعة 30 دقيقة يعني تستوي عندي بالتمام البطاطا. وبعدين راح نحضر بطرف الدجاج ويا الخضروات. شوفوا بهاي الشكل حبايبي اخلي البطاطا بصينية الفرن. هاي يا حبايبي كملت. هسه راح ادخلها على الفرن، اخليها بالرف الوسط. راح اشغل الفرن من فوق ومن جوا. وهاي هي حبايبي البطاطا عندي استوت، طلعتها من الفرن. هسه راح نحضر الطبقة الثانية. اخذت الطاوة على النار، هسه راح اخلي بيها شوية من زيت الزيتون، او تخلون زيت نبات اعتيادي همينة تصير عادي. اول شي راح انزل بيها الصدور. راح اشوح الصدور شوية لحد ما تاخذ لي تروح هاي اللون الوردي. وبعدين راح نجي ننزل عليها الخضروات.
شوفوا حبايبي بعد ما اللون مال الصدور عندي يتغير راح انزل بيها الخضروات، راح اخلي ويا الخضروات همينة لحد ما الخضروات عندي تستوي بالتمام، وبعدين راح نجي ننزل عليها البهارات. طريقته كلش بسيطة وأكلة كلش طيبة حبايبي، إذا جربتوها متأكدة راح تحبوها هواية. شوفوا حبايبي بعد ما دبلت عندي الخضروات هسه راح انزل عليها الملح، ملعقة صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الكاري وملعقة من الفلفل الأسود وملعقة صغيرة من البابريكا. راح أخلط كل هاي البهارات اللي خليتها، وتعتبر عندي الطبقة الثانية همينة من الأكلة مالتنا جاهزة. هسه حبايبي راح نجيب الخضروات اللي سويناه ويا الدجاج انزلها فوق البطاطا اللي استوت عندي بالفرن. راح انزلها بالوسط، اخليها بالوسط حتى انطي له شكل حلو للاكلة مالتنا. هسه حبايبي عندي ملعقة من المعجون الطماطم انزل عليها نص كوب من المي، راح اخلطها كل زين وانزلها فوق الدجاج السوتة بهاي الطريقة. وبعدين راح نخلي عليها شوية من جبنة الموزاريلا وندخلها على الفرن 10 دقايق تصير أكلتنا جاهزة. هسه حبايبي نزلت عليها جبنة الموزاريلا المبروش، يعني طبقة خفيفة من الجبنة. حبايبي أتمنى إذا شاهدت الفيديو لهاي المرحلة لا تنسون اللايك للفيديو واشتركوا بالقناة إذا كنتم مشتركين، وخلونا لايك للفيديو. هسه حبايبي عندي ورقة الزبدة خليت شوية، خليت المي عليها وبعدين راح اجي اغطي الاكلة مالتي، لان اني ما اريد الوجه تاخذ لي لون وتحترق، بس اريده هيجي هاي الجبنة تذوب عندي. شوفوا هاي اكلتنا صارت جاهزة حبايبي. اتمنى عجبكم الفيديو حبايبي، اتمنى عجبكم الاكلة، اكلة كلش سهلة والطعم مالته خرافي. اتمنى تجربوها بنفسكم وتشوفون الطعم. شوفوا حبايبي ما شاء الله. حبايبي إذا جربتوها نقول لكم ألف عافية عليكم، وأتمنى إذا كنتم مشتركين بقناة اشتركوا بها. وهسه أقول لكم حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.